ازيك معاكم قدري. الف مبروك منتخب مصر بجد. ده تاني فيديو ابقى منزله على المنتخب. انا عاجبني اليوم عاجبني اليوم ايه الرقم اللي فوق ده عاجبني 3-2. بس انا دخلت وحطيت التشكيله مخصوص لان انا فعلا كانت عاجباني التشكيله. يعني بعد ما شفنا المباراه انا في الاول كنت متخوف، انا واحد من الناس بعترف كنت متخوف، بس لو حسام حسن الراجل كان عنده فكر وعنده رؤيه. قال لك انا هعمل الملعب بتاعي كثافه عدديه اسيب لهم الاستحواذ. وكانت كلمه السر الاساسيه الثلاثه اللي ورا ياسر ابراهيم، حسام عبد المجيد ورامي ربيعه، الثلاثه شافوه ان هم لعبوا جنب بعض لاول مره، ثلاثه يلعبوا جنب بعض ويبقوا بالريتم ده وبالقوه دي وبالفاعليه دي. قدامهم اتنين قافلين لهم ميه ونور على كل الناس، حمدي فتحي ومروان عطية. ممكن يبقى في منهم ما كانش في افضل حالاته النهارده، بس ككل كلهم شايلين الفرقه. مع وجود باكين قافلين الدنيا على الوينجين اللي جايين من ناحيه كوديفوار، اللي هم كانوا من اخطر النقط بتاع كوديفوار. فتوح ومحمد هاني الاتنين عملوا اللي عليهم برضو مية مية. نيجي بقى للنص الهجومي اللي قدام، ما كانش فيهم عندنا غير تلاتة قدام: إمام عاشور ومعاه مرموش ومعاه صلاح. كل واحد فيهم ممكن ما يبقاش عمل حاجات كتيرة قوي، اللهم إلا مرموش اللي عمال يضغط 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 على قد ما يقدر. بس إمام عاشور لمساته بسيطة بتوصلك لجون. أنا مش هتعب نفسي، أنا مش فت ومش فورمة، بس أنا هوديك لجون. والدليل على كده الجون التالت اللي اداه لمحمد صلاح بوش رجله الخارجي، راح محمد صلاح بوش رجله الخارجي هو كمان جت جون، ولا احلى ولا اجمل. بجد منتخب نفتخر بيه. احنا بنلعب دفاعي، احنا ما عندناش محترفين زي الناس التانية، بس عندنا صلاح، عندنا مرموش، عندنا لعيبة متسيدة افريقيا، عندنا لعيبة متسيدة افريقيا حرفيا. لينا كل الفخر بالمنتخب المصري، سواء كسبنا الماتش الجاي او ما كسبناش، سواء اخدنا البطولة او ما اخدناش. منتخب بجد بيقول انا موجود، انا ليا تاريخ، انا ليا اسم. ما ينفعش ادخل بطولة وتستهونوا بيا وتشوفوا ان انا هطلع من دور المجموعات. انا واحد من الناس كنت بعترف ان انا بقول لا، انا ما كنتش شايف ان مصر هتعمل كده، بس لا، حسام حسن فاجئنا مفاجأة كبيرة جدا جدا جدا. كل التوفيق والدعم ان شاء الله لمنتخب مصر في المباراة الجاية قدام السنغال. يا رب يا رب يا رب نعدي المباراة الجاية ونوصل للنهائي وناخد البطولة التامنة، عشان نبقى بنأكد إن إحنا أسياد أفريقيا حرفيا، بلعيبة محلية صنع وطني 100%، لا محترفين ولا غيره، زي جيل 2006 و2008 و2010. ألف مبروك منتخب مصر مرة تانية، ويا رب يا رب اللي جاي يبقى أحسن.